جماعة النهارده هعمل نسخة حقيقية من ديسك لعبة يوجي بكل التفاصيل، هيبقى عالمي قوي بجد. ولو فاكرين كان في زمان انمي ولعبة اسمها يوجي يو، وكانوا بيلعبوا كروت اليوجي دي على حاجة اسمها دول ديسك، وكان حلم حياتي وانا صغير انه يكون موجود في الحقيقة. ولحد دلوقتي على فكرة في افلام جديدة بتنزل وبيعملوا بطولات عالمية للعبة. فالنهارده بقى هحقق الحلم الهايف ده وهعمل نسخة حقيقية من الديسك ده بكل التفاصيل، هيبقى جامد قوي بجد. واول حاجة عملت ديزاين 3 دي للشكل، وكنت بحسب المقاسات نسبة وتناسب مع كارت حقيقي عشان تطلع شغالة ومقاسها مظبوط. وبعدها قسمته قطع وطبقات عشان تتطبع 2 دي وتكون الشكل في الاخر. وحفرت كل القطع سي ان سي بالليزر على خشب سمك 2 مللي عشان هيريح عليها تقطيع خشب كتير والمقاسات تبقى مظبوطه. وكده بقى معايا كل القطع، وهبدا بالمجموعه دي عشان تعمل اول شكل. وبستخدم سوبر جلو معاه مثبت عشان يبقى اقوى وينجز وقت. ولزقت الطبقات على بعض بالترتيب المظبوط عشان اعمل اول قطعه واوصلها لشكلها كامل وفيه التفاصيل. وصنفرت الجناب في القطعه دي عشان تدخل وتطلع مظبوط. وقصيت قطعتين بعرض الخشبه وثبتهم في اخرها، ولزقت عليهم خشبه تانية بنفس المقاس عشان يبقى اول ميكانيزم او طريقه حركه في الديسك ده. وعلشان اعمل الجزء اللي بعده لزقت القطعتين دول على بعض وثبت عليهم اول طبقه تكفي مقاس 3 كروت، وطبقه تانية تخلي الكروت مخفيه وجزء بس اللي باين تسحب منه، وطبقه بعدها يتحط فيها 3 كروت تانيين فوقهم. واخر طبقه فيها دايره كده هنستخدمها بعدين، واكبر ملي واحد عشان تثبت كل الورق في مكانه. جربتهم وجربت برضو الاماكن المخفيه والكروت وهي بالعرض، وطلعت مظبوطه بشكل مخيف. وبعد كده محتاج اربط القطعتين دول ببعض وفي نفس الوقت يفضلوا يلفوا شمال ويمين. فركبت الحلقات اللي قلت لكم عليها في بعض علشان تجمع الشكلين ويفضل دايره فاضيه في النص في كل الطبقات. وكده المفروض يبقى فيه الحركه دي يمين وشمال والحركه دي شمال ويمين. وثبت الغطا ده في النص عشان يبقى فيه محور ثابت الحلقات تلف عليه وفي نفس الوقت ما يبقاش لازق فيه. وقصيته بالميني كرافت ولزقته وثبت عليه دايره خشب تلزق فيه وما تلزقش في الحلقات اللي تحت عشان تتحرك. وثبت برده شويه اشكال هلس ملهاش اي 30 لازمه. وهنا وسعت مقاس المكان ده شويه وعملت له 3 جدران وتاكدت ان المقاس مظبوط. وعملت برده قطعه زيها على الجزء اللي بيتحرك. وعلشان اعمل اخر واهم جزء في الشكل لزقت اول قطعتين برده، واللي هتبقى تجويف يخش فيه درج ياخد مكان الورقه واحده. ولزقت عليه قطعه على مكان الورقه وقطعتين يشيلوا الحمل من الناحيه التانيه. ولزقت الطبقه اللي بعدها. وقبل ما اكمل جربت الدرج بتاعي وطلع شغال ولا اجدعها نجار. وبعدها ثبت طبقه تبقى مكان لورقتين مخفيين برضو والقطعه اللي هتغطيهم، وطبقه تانية للكارتين اللي فوق، وطبقه اخيره تخليهم يثبتوا في مكانهم. ولزقت برضو الحلقتين دول وهقول لكم ليه دلوقتي. وجربت الجزء الاخير وطلع كله تمام. فعملت على القطعه الرئيسيه مجرى كده من الخشب بالمقاس اللي يخلي الجزئين يركبوا في بعض ويفتح زي الدرج، والحلقتين اللي في الاخر يوقفوا الحركه. ولزقت من تحت خشبه بالعرض كده تمنع ان الجزء ده يقع ويفضل في مكانه. وبعدها جبت خافض ودان وقطعت منه قطعتين ثبتهم بشمع في اول الدرج، وقطعه تانية ثبتها في الجزء الرئيسي نفسه. ووصلتهم باستك عشان لما الدرج يبقى مقفول الاستك يكون مشدود، ولما اسيب الدرج يطلع لوحده باقوى حاجه ويثبت في الاخر وما يطيرش في الهواء. وعملت فتحه تعدي في اغلب الطبقات اللي عملناها، وجبت عصايه وركبتها وقصيت الزياده عشان تثبت الجزئين مع بعض في وضعيه القفل. ورجعت ركبت الاستك تاني وكده وهو مقفول عادي. واول ما اشيل العصايه يفتح لحد الاخر، ومنبهر بالنتيجه بصراحه. عملت العصايه بلزق قماش عشان تبقى سهله، وجربت الحوار ده بتاع 30,000 مره وحاسس ان طلعت كهرباء من الاساتك ولا ايه، انا مش فاهم حاجه. جبت اجمد رش سيلفر عندي وفكيت كل حاجه تاني ورشيت كل الاجزاء والتفاصيل اول طبقه عشان يطلع بنفس الشكل الاصلي. وفي اول طبقه بركز على الظهر والقطع وهي مفكوكه والتفاصيل اللي ملهاش عازه. ولما نشفوا رشيتهم 65 وش عشان اوصل لكل حته ويبقى كله تمام، وسبتهم شهرين ينشفوا خالص. وفي الاخر قصيت حته فينيل ازرق بنفس درجه الاصلي ولزقتها وثبتها بالهيتر عشان تلزق بالحراره. وفصلت قطع تانية وتفاصيل كتير ولزقتها في مكانها بنفس شكل القطعه الاصليه. وعملت القطعه دي وغطيتها بالفينيل برضو. وعملت كوبايتين ريزن وحطيت عليهم الوان بتنور، واحده ازرق وواحده اخضر، ولونتهم ازرق واحمر عشان يبقى ده لونهم في النور وينوروا برضو في الضلمه. وصبيت الازرق في القطعه اللي انا لسه عاملها. وكسرت ازاز وثبته في النص على اساس ان انا اعمل قلاده شكلها فخم يعني في الدايرتين دول، بس طلع شكلها زي الزفت فغيرتها وعملت الدايره دي من الريزن وبتنور برضو في الضلمه. وفي الاخر جبت استراب بتاع ساعه وركبته في الجزء ده. وجبت علبه كروت يوجي وكان حوار عشان الاقيها بتتباع ورتبتهم في كل مكان. وجربت كل الحركات تاني بعد ما اترشت وطلع كله تمام وشغالين احسن من الاول. ودي كده النتيجه. بجد مبسوط جدا من مراحل التنفيذ اكتر من شكلها في الاخر كمان، مع انها طلعت احسن من يوجي الاصلي. وكده حققت حلم الطفوله واعرف انام وانا مطمن. عايز اعرف رايكم بجد، وفولو لايك لو عجبك الفيديو.